مستحيل دكتور بشري درس طب وتخصص جلديه يطلع يديكوا وصفه زي كده. اللي عايز يتخانق معايا في الكومنتات اهلا وسهلا، اعمل لك بلوك عادي. يعني هي اليسا ماشيه تبص على بطاط الناس يعني عشان تشوف مين فيهم ابيض منها. السلام عليكم. الدنيا بتشتي وبترخ والناس كلها قاعده في بيوتها متدفيه تحت البطاطين، وانا قاعد في عز الليل والشتاء والبرق والرعد عشان اتفرج على الفيديوهات اللي انتوا بتبعتوها لي على التيك توك وعلى الانستجرام وعايزين نعلق عليها عشان تعرفوا قد ايه ان انا بحبكم وبضحي بنفسي عشانكم. يلا نخش في الموضوع على طول. احرقي لوفة الاستحمام على النار وتعالي اقولك على حاجات محدش يعرفها كتير. ليه نحرق لوفة الاستحمام على النار؟ هنعمل بيها ايه؟ مش خطر ده؟ افرض مسكت في الستارة ولا حاجة والبيت ولع مننا، يا ترى هتقول ليه؟ يا ترى ليه؟ كلنا عندنا طبعا اللوف اللي زي ده، اللوف البلدي عادي هاتيه، بس اهم حاجة تبقى جديدة زي ما انت شايفة ما استخدمتهاش قبل كده. الوصفة هتبوظ لو قديمة، خلي بالك لازم تبقى جديدة. التفاصيل دي بتفرق. وهنبلها على النار وهنحرقها. وتعالي اقولك على حاجة بجد، ده طلع كنز محدش يعرفه. ايوه محدش يعرفه، صح. يا ترى هتعملي بيه ايه في الاخر؟ انا مش فاهم برضه، انا مش فاهم انت عايزه تعملي ايه فيه. شايفين كده؟ هنحرقه. اهم حاجة علشان تحرقيه وما يتحرقش معاكي بسرعة، بليها كويس جدا في ميه. لا الكلام كده اتغير، انت قلتي تكون جديده ما استعملناهاش قبل كده، بعدين رجعتي قلتي بليها عشان ما تتحرقش معاكي. طب انا بحرقها ليه لما انا مش عايزه تتحرق معايا؟ وليه تبقى جديده ولازم ابلها قبل ما انا دخت. هشيل طبعا البذر اللي انتوا شايفينه ده، انا مش هستخدمه، لا انا عايزه الحرق بتاع اللوف. عايزين الهبو نفسه المحروق هو الحرق بتاع الليف، البذر لا. فهموا بقى. وده حلو جدا جدا يا بنات للوصفه بتاعتنا النهارده، بجد طلع كنز. انا نفسي اعرف الوصفه دي بتاعت ايه بقى، نفسي نوصل لمرحله ان انا اعرف الوصفه دي بتاعت ايه. زي ما انتوا شايفين في حاجات ما اتحرقتش معايا، هجيب الولاعه كده وهو في الطبق وابدا. كل ده ولسه ما اتحرقتش؟ ماشي، هروقي الاطراف كده بس عشان تبقى كرانشي. زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه الوبره دي هسيبها طبعا لما تبرد كده شويه، وبعد كده هنجيب طبق وهقول لكم هنعمل بيها ايه. هو انت ليه بتدلينا عشان نعرف الوصفه بتاعت ايه؟ انا والله يعني انا لو عليا كنت قفلت الفيديو من زمان، بس هم عايزين نعلق، عايزين اقول ايه، اقول حاجه حلوه جدا جدا للناس اللي حواجبها خفيفه، او الناس اللي ما عندهاش حواجب اصلا، اللي حواجبها بتقع. نعم. مين حواجب؟ مين حواجب ايه؟ حواجب ايه اللي هنحط عليها الليفه محروقه؟ ازاي يعني؟ طب ايه الميكانيزم؟ طب ايه الطريقه؟ يعني ايه الفايده؟ ايه الطريقه اللي بتخلي الحواجب تخف من الوصفه بتاعت الليفه المحروقه دي؟ ما تعملوش كده يا جماعه لو سمحتوا، يعني حرام الليفه والله اللي اتحرقت دي. بقى لما تحطيه وتواظبي عليه. لا خلاص انا مش هواظب على حاجه، شكرا يا طنط. ليك حتى اليسا اذا شافت باطكم، يعني هي اليسا اللي بتضل عامله هيك بباطها وعم تغني انا مش فاهم هي عايزه تقول ايه. حتى المغنيه اليسا ستندهش ببياض الابط والاماكن حساسه بهذه الوصفه المنزليه بدون اي كلفه. يعني هي اليسا ماشيه تبص على بطاط الناس يعني عشان تشوف مين فيهم ابيض منها؟ ما اظنش ان اليسا قاعده تفكر في الموضوع ده، يعني زي ما حضرتك بتحاولي تفهمينا بس اما نشوف. ماشي. حتى هي هتسالكم كيف خليتوا باطكم يكون ابيض من باطه اللي بالفوتوشوب. طب ما انت قلتي اهو ان هو بالفوتوشوب، خلاص بقى يعني ليه بنضحك على الناس بقى ونقول لهم الباط الابيض ونفتح الباط وعمالين نتكلم على الباط؟ ما نسيب الباط في حاله. اللي بحاجه لها هي حامضه، اوكي، حامض لايم، ليمونه يا جماعه. بس هي ايه عندهم اسمها حامضه عشان هي اصلا عباره عن احماض، يعني هنحطها هتحرقنا اكتر، تحرقنا وتسبب التهاب تلاموسي، فالالتهاب ده يسيب بقى ايه حاجه اسمها تصبغ ما بعد الالتهاب. بدكم نصف حامضه واتركوا القشره على جنب، بدكم ملعقه من الزبادي او اللبن اللي نحن بناكله، رز ولبن. ما عنديش تعليق، نو كومنت. وبدكم نصف ملعقه من بيكربونات الصوديوم. في وصفات كده بشوفها بتعامل الاماكن الغامقه كانها معفنه، يعني كان الغمقان ده قله نظافه، حاجه محتاجه تتكحت من الوجود باحماض وبكربونات الصوديوم ومش عارف ايه ليه كده؟ ليه؟ لا الغمقان ده انتوا فاهمينه غلط. الغمقان ده صبغه زياده بتتكون في طبقات الجلد العميقه وبعدين بتترحل للطبقات السطحيه، فالجلد كله فيه صبغه زياده اتكونت. عشان نعالج الغمقان ده محتاجين ان احنا اولا نوقف
في الانتاج الزياده للصبغه ده، فلازم السبب نفهم ايه السبب ونعالج على اساسه. ثانيا نقلل نقل الصبغه من الطبقه العميقه للطبقه السطحيه. ثالثا نشيل بقى الصبغه اللي موجوده في الطبقه السطحيه. مش كحت، مش مجرد ان احنا نكحت بالليفه ولا بالليمون ولا بتاع هتروح، لا مفيش الكلام ده. وبدكن اخر شيء ملعقه من النشا. بتنخلط كل هيدا المزيج مع بعضه وبتمسكوا الحامضه يلي انتم عصرتوها وبتحطوا هيدا المزيج وبتفركوا بطريقه دائريه. لا ما تعملوش كده يا جماعه لو سمحتوا ارجوكم. اظن شرحنا الاسباب بما فيه الكفايه، واللي عايز يعملها يعملها على مسؤوليته الشخصيه بقى، ماليش دعوه. اللي بعده، انا عارف انت بتفكر في ايه دلوقتي، بتقول يا ريتني كنت عايش في اسكندريه عشان اكشف معاك يا دكتور ايمن. الكلام ده تقوله لو عايشين سنه 1960، انما احنا دلوقتي سنه 2024، يعني ممكن تكشف معايا وانت قاعد في بيتك عادي. في نظام كامل مخصوص للكشف والمتابعه اونلاين، من خلاله تقدر تدخل معايا مكالمه فيديو وبعرف منك كل تفاصيل حالتك اللي انا محتاجها للتشخيص وللعلاج. وعلشان انا مؤمن ان علاقه الدكتور بالمريض ما بتنتهيش بعد الكشف وخلاص، فالنظام ده بيمكنك ان انت تتواصل معايا في اي وقت وفي اي سؤال انت عايزه. يعني معاك دكتور ايمن في جيبك حرفيا. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر تقدر تبعت لي رساله على الواتساب اللي هيظهر على الشاشه دلوقتي، وانا اللي هرد عليك بنفسي، وربنا يقدرني ويساعدك. نكمل الفيديو بتاعنا بقى. انستجرام فيرسز رياليتي. Remember you're beautifully human. وفي الاخر خد بالكم remember skin texture is normal، يعني طبيعي ان الجلد ما يبقاش كله شكل واحد، ما يبقاش بلاستيك، ما يبقاش مرايه. مفيش حد جلده مثالي. اللي بتشوفوه على الانستجرام ده مش حقيقي، دي فلاتر او مكياج او زوايا اضاءه او تصوير معينه. فما تقارنوش نفسكم بالخيال بالوهم. انا بحب الفيديوهات اللي زي كده لان هي بتوعي جدا الناس ان هي تتقبل نفسها. اتمنى ان المحتوى اللي زي ده ينتشر اكتر واكتر والناس تشوفه اكتر بصراحه. اللي بعده، ازاي نخفي الفسافيس الصغيره اللي موجوده في الجبهه وفي 3 ايام بس وباقل التكاليف. يعني الفسافيس اللي مغلبه البشريه كلها وبنقعد شهور نعالج فيها، انت هتخلصها في 3 ايام؟ انا عندي فضول اعرف ازاي. لاي صيدليه ونجيب منه صابونه فرنج كير بتاعه الفطريات. حضرتك انا بدات افهم انت رايح فين، بس هسيبك تكمل للاخر. دي هنغسل بيها الجبهه لمده دقيقه مرتين في اليوم، لكن لازم نرطب بعدها بالمرطب المناسب لنوع بشرتنا. على الاقل في معلومه كويسه ان بعد ما نغسل وشنا باي حاجه بقى، ايا كان الصابونه او الغسول اللي بنستخدمه او حتى لو بالميه بس، الافضل ان احنا نستخدم مرطب بعد ما نغسل وشنا على طول. بعد كده هنجيب قرص تريفلوكان وناخده مره واحده في الاسبوع. مضاد للفطريات برضه. ها انا شايف انت رايح فين. ها ماشي السكه دي انا عارفها، بس كمل. بعد 3 ايام هتلاقيها اختفت تمام. جربوها وبعد 3 ايام بس اكتبوا لي ايه الاخبار. بصوا يا جماعه، مبدئيا هو جاب صوره فيها فسافيس وقال لك العلاج ديفينيتيفلي بشكل قاطع صابونه فانجيكير وبرشام تريفلوكان اللي هم مضادات للفطريات. يبقى هو كده شخص ان اي حد عنده فسافيس تبقى حبوب فطريه. خلاص انتهى الموضوع. احنا بنقعد ندرس 7 سنين طب، بعدين 3 4 5 سنين ماجستير وتدريب في التخصص عشان نعرف نشخص حب الشباب والحبوب الفطريه والجرام نيجاتيف فوليكولايتس وكل المشاكل اللي بتيجي في وش حضرتك ونعرف نعالجها. فحضرتك مش من الفيديو اللي انت شفتيه او الدكتور اللي قال الكلام ده مع كامل احترامي يعني ليه، مش هيشخصك ويعالجك باللاسلكي. لازم نكشف ونتشخص صح. نتقي ربنا في المحتوى اللي بنعمله، وصدقوني والله العظيم 3 هيتشاف. ربنا يهدي الجميع. اللي بعده، اسرع حل للتصبغات وحبوب الوجه. دي وصفه صح؟ بس كده كركم وعسل؟ لا انا ما بنصحش اي حد بالكلام ده. ما تحطوش كركم، حطه في الاكل، والعسل حطه في الاكل برضو بدل السكر افيد، وفيه شفاء للناس وبيغذي وجميل وكل حاجه، بس ما نحطوش على وشنا. ما مش عايزين. شكرا. دكتور ايمن لا يدعم مثل هذه الوصفات. اللي عايز يتخانق معايا في الكومنتات اهلا وسهلا، اعمل لك بلوك عادي. اللي بعده، خلطة نضارة. عنوان الفيديو. مبدئيا الصورتين اللي هي حطاهم اللي قبل وبعد دول، يعني مستحيل خلطة او حتى علاج يعمل المنظر ده. ده معلم فوتوشوب. في صورة من الصورتين مش حقيقية، حفر وبتاع والدنيا بايظة والتانية سيراميك. مفيش الكلام ده. شاي بلبن، يعني شاي ولبن يبقى شاي بلبن. طبعا انتوا عارفين رأيي طبعا اظن. ها
ها يا قولوا في الكومنتات ايه رايك في الوصفه يا دكتور. اكيد انتوا عارفين رايي، قولوا رايي بقى في الكومنتات. لا ما نعملش وصفات. شكرا. وصفة هتبين عروق وشك من البياض. ما هو لازم الوعد يبقى مبالغ فيه عشان تتفرجي على الوصفة. بس مبدئيا الناس اللي عروق وشها باينة من البياض بتيجي تشتكي في العيادة برضو وان هي عايزة تعالج الموضوع ده. يا دكتور ازاي اخفي العروق اللي في وشي دي؟ فمحدش عاجبه حاله. كاتب لك دكتور فلان الفلاني، احنا طبعا هنغطي الاسم عشان مش عايزين نتخانق مع حد، بس يعني قال يعني دكتور دي بقى هتديك ثقه ان ده دكتور وان ده فاهم هو بيقول ايه وكده. لا مستحيل دكتور بشري درس طب وتخصص جلديه يطلع يديكوا وصفه زي كده، مستحيل. قهوه ونشا عادي علقنا عليها 90 مره قبل كده وقلت لكم بلاش تعملوها. لا 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 تعملوش الكلام ده يا جماعه. خلاص بقى كفايه وصفات بقى، كفايه وصفات بقى. انا ضغطي عالي، انا تعبت. ايه الوصفات دي كلها؟ انتوا ما بتزهقوش؟ انتوا كل لما تبعتوا لي بقول لكم الوصفات دي وحشه. ما تعملوش وصفات، كفايه ماسكات. ما تعملوش ماسكات طبيعيه، ما تاخدوش حاجات من المطبخ وتحطوها على وشكم. يا دكتور انت ضد كل الحاجات الطبيعيه؟ انا ضدها كلها. في افضل الاحوال مش هتعمل حاجه، وفي اسوأ الاحوال هتبوظ لك وشك. وفي الاغلبيه اللي بيحصل ان هي بتعمل مشكله. عرفت منين؟ كل المشاكل اللي بتجيلي في العياده بتكون عملت الوصفات دي قبلها. ما انتوا بتقعدوا تعملوا وصفات 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 وصفات، ولما الدنيا تخرب خالص تقولوا خلاص بقى امرنا لله هنروح للدكتور. شكرا. انا هتوكل على الله، اروح اشرب ليمون واحط فيه عسل وبعدين اشرب قهوه من غير نشا. اتفرجوا بقى انتوا على الفيديو ده هتلاقوني برضو دمي محروق ومتعصب ومتبهدل. واشتركوا على القناه عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه اول باول. انا دكتور ايمن واتمنى دايما اشوفكم على خير.